وتسم. قال الوالد يحتاجك يبغاك. قلت طيب. مريت زرت الشايب لاني ازوره باستمرار، لكن ما هو من عادته انه يتصل علي. مريت الشايب هذا وهو جالس في البيت لانه تعبان، حتى الصلاه صعوبه انه يزيد يطلع من البيت لانه كبير مره والان حالته صعبه. مريته في رمضان اول ما شافني داخل مجلس الشل يقول تعال. لما جيت الى عند الشايب هذا اللي هو سالم العمري ابو ناصر، لما جيت الى عنده وقال لي تعال جلست، قال لي يا محمد اسمعني، يا محمد اسمعني، انا بعطيك علم وترى سر بيني وبينك حتى انا اموت. قلت ابشر. انا في قرارة نفسي وتأكدت وقتها انه بيوصيني، بيعطيني وصية لان اولاده ما هو في المنطقة في جدة كلهم. قلت ابشر انا ولدك. قال لي يا محمد انا رأيت رؤيا. قلت هذا السر؟ قال لي والله ما السر، ترى امانة ما تعلم احد، ترى عندك امانة ما تعلم احد الا اذا مت. قلت ابشر بالخير. قال شوف لي واحد اللي يفسرها. قلت ابشر انا افسرها لك اذا قدرت. وش هي؟ اسمعوا يا شباب، انا لما اقول لك قبل شويه ما حد يعني حد جابر انك تصلي، ولا حد غصبك انك تصوم، ولا حد غصبك انك تقرا، ولا حد غصبك انك يعني تترك الاغاني. ايوه وانا اقول لك ايوه، لكن الشايب هذا ضحى بهذه كلها. شوف الجائزه اللي حصلت له وهو باقي في الدنيا. قال رايت اني في ارض فاضيه، ارض صحراء ما اعرفها، الارض هذه غريبه ما هي مثل ارضنا. يقول انا واقف في الارض هذه وجيني رجال غريب ولبسه غريب وشكله غريب وكلامه غريب، ما هو منا ولا هو فينا، واول مره اشوفه. يقول لما جاني هذا الشايب وسلم علي وقال لي انت سالم العمري، يقول قال لي بالاسم هذا انت سالم العمري. قلت ايوه انا سالم العمري. ايش تبغى مني؟ قال انت تبغى تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قلت والله اني ابغى. من هو اللي ما يبغى اصلا يسلم على الرسول؟ وين الرسول؟ انا بروح اسلم عليه. قال لا 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 تتعب نفسك ولا تروح، الرسول بيجي الى عندك يسلم عليك. يقول انا وقتها اصدق اكذب بيجي الرسول. طيب وين الرسول؟ قال انتظر الرسول بيجيك من الباب اللي جنبك. يقول اطالع لو جنبي باب، قال الرسول بيخرج عليك من هذا الباب. يقول ابو ناصر العمري يقول شويه وانا التفت في الباب الا والباب يوم انفتح، الا والرسول صلى الله عليه وسلم يوم خرج من الباب. يقول الا واللي مع الرسول واحد غريب لكن اتوقع مليون في المئة انه ابو بكر. يقول لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من الباب هذا وجاء وحط وجهي في وجهه وجيت ابغى اسلم عليه وجهي في وجهه. يقول التف الرسول صلى الله عليه وسلم واعطاني ظهره ومشى وما سلم علي. يبكي الشاهد والله انه يتكلم لي ويعطيني الرؤيا وهو يبكي. يقول يا محمد ليش ما سلم علي؟ قلت يا اخي عطني عجل كمل الرؤيا لا تعطيني نصفها. قال المهم يوم مشى النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي وكانت طبعات رجوله على الارض وعلى التراب. يقول يا محمد والله اني امشي على نفس خطوات الرسول على نفس الطبعات. يقول مشيت مع الرسول مسافة طويلة وفجأة وقف الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لما وقف الرسول التفت وراء يبغى اتاكد بس انا باقي امشي وراه ولا لا. يقول لما التفت وراء الا وانا باقي امشي وراه. يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم يشير علي قال انت سالم العمري؟ قلت يا رسول الله انا سالم العمري. يقول اني اجي عند الرسول جيت ابغى اسلم عليه. يقول اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدي اليمين ثم اخذ يسلم علي في المنطقه هذه في الكوع. يقول بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليها الأولى الثانية الثالثة الرابعة. يقول استمر يسلم عليها. يقول أنا أبغى أفك يدي عشان أحتضن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول ما فك يدي يسلم علي. يقول فجأة فك النبي صلى الله عليه وسلم يده واحتضنته وسلمت عليه وسلمت على الرجل اللي معه. يقول وفجأة مسك النبي صلى الله عليه وسلم يدي اليسار بيمينه ومسك الرجل اللي معه بيساره وأخذنا معه روحنا. قلت وين رحتم؟ قال انقطعت الرؤيا. يقول انقطعت الرؤيا هنا. قلت ابو ناصر انت تبغاني افسرها لك؟ فسرتها. تبغاني اسالك؟ قال تعرف؟ قلت ابشر. اما الارض اللي شفتها اللي تقول الارض ما هي برضك
هذه الدنيا ومتاعبها ومشاقها. وأما الرجل اللي طلع عليك غريب، هذا عمل أول حياتك صلحته وتعبت عليه، وهو اللي جعلك تجتمع مع الرسول. ونعرف وشو يا الربع لأنه جاء. تدرون وشو العمل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافر اليتيم كهاتين فين؟ في الجنة. الشايب هذا في وحدة من أقاربهم توفى زوجها وعندها يمكن 6 أولاد، ولا عندها أي دخل من المال، يعني لو حتى تركهم بيضيعون. تزوجها الشايب هذا عشان أولادها ما يضيعون. قلت هذا الرجل هذا عمل بينك وبين الله، جعلك تجتمع مع الرسول. لما جيت تمشي على نفس الخطوات أنت ماشي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسافة يوم تقول أنها طويلة هذا عمرك، وعمرك فعلا فوق 100 سنة. أما يوم أخذك النبي صلى الله عليه وسلم بيدك ورحت وانقطعت الرؤيا، هذه بشارة لك بأنك سترافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. بكى الشايب، بكى بكى بكى، والله يرضم عنه يهتز ويبكي. أنا قلت إنه فرح. لما هديتها قال يا محمد عندي سؤال واحد. قلت أبشر. قال أنا اسمع ما تصلي وتأخر الصلاة، صعب علاقات، دخان، تباك، كيفك. قال محمد أنا وش عندي من عمل عشان يدخلني الجنة؟ قلت والله يا مناصر هذا كلامك كيف حالنا وحال بعض الشباب. المهم الشاب هذا بكى. جيت بطلع من عنده قلت يا عم أنا لي طلب واحد. قال يا محمد أنت ولدي إيش تبغى؟ يفكر أنا بطلب فلوس ولا شيء. قلت أنا أطلبك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان يسلم على الكوع هذه دلالة أنك صاحب قيام الليل، وهذه علامة إسباغ الوضوء عن مكانه. قلت أنا أطلبك إذا قمت الليل أنك ما تنساني من دعوة. تدري وش قال؟ قال أنا اللي أنت اللي ادعي لي، أنا ما عندي شيء عشان أدعي لك، ما عندي عمل أصلا. مرت الأيام، في حاجة في الرؤيا أنا ما أعطيته إياها. تدرون وش هي؟ في حاجة في الرؤيا يعني تدل، لأن خلاص بعد المسافة الطويلة هذه وقابل النبي، هذه علامة بأن الرجل سيموت. الرؤيا قلت لكم في رمضان، حنا وياكم في نهاية شهر 12 بداية العشر يوم 3/12 انتقل إلى رحمة الله. قبل صلاة العصر يتصل علي ولده قال لي الشايب توفى الآن. قلت الله يغفر له ويرحمه. حزنت حزن عظيم. قال لي الشايب قبل ما يموت كان يوصينا عليك، يقول انتبهوا لولدي محمد. قلنا يا من محمد؟ ما عندنا أخ اسمه محمد. قال فلان الهاجري إمام المسجد. قلت له عنده سر إذا مت خلوه يعلمكم. فاتصل علي ولده من عجله يقول يا أخي إيش السر؟ إيش الوصية؟ قلت أنا بخبرك إياها بكرة في المقبرة. أنا اللي نزلت الشايب بيدي هذه في المقبرة في القبر حقه. أنا وياكم يا شباب الحبيب يا شباب رجال المع بشكل عام، أي واحد من أقاربنا يتوفى لابد أنه يروح علينا 20 دقيقة نص ساعة من يوم يدخل المقبرة حتى ندفنه ونطلع، أكثر يمكن من نص ساعة. والله أني حاسب للشايب من يوم دخلنا المقبرة حتى دفناه، غطيناه بالصلايا، دفناه بالتراب وعزينا لقاربه وطلعنا من المقبرة 7 دقائق. يمكن هذه ما تدخل عقل، والله إنها الواقع، وهذه من علامات حسن الخاتمة. خبرت أولاده بهذا الخبر، كانوا أولاده متفاجئين أن الشايب هذه القوة وهذه العبادة، مع أن أبوهم أصلا، لكن يقولون هذا الشايب عنده أعمال ما درينا عنها إلا يوم مات. بشارة عاجلة لهذا الشايب. دق أحد الشباب الصالحين على أكبر ولد له في الحج، قال إيش اسم الوالد؟ قال ليش؟ قال أعطني اسمه كامل عشاني أنا أبغى أحج له، أبغى أقول لبيك اللهم حجا عن فلان ابن فلان. قال أبشرك الوالد قد حج في حياته اللي قد أحصناها له 47 حجة. لا تتعب نفسك الله يجزاك الخير. قال الميت ما له منا إلا الدعاء والأعمال الصالحة، أعطني اسمه خليني أحج له. شوف كيف ولده يقول لا، من باب أنه ما يبغى يتعب الناس، أنه أبي يعني أبوي قد عنده خير أصلا. وهذا لا، الله سبحانه وتعالى يأبى من فوق 7 سماوات إلا أن العمل لا بد يستمر هذا الشيء حتى يوم القيامة. نسأل الله أن يجمعنا إياكم باب الجنة. قولوا آمين. خلصنا اللي عندنا. هذا الشايب مات على حسن خاتمة. الشيخ عبد الله الشهراني أخبرناكم مات على حسن خاتمة. أنا وأنتم الثالث إيش بنموت عليه؟ اسأل نفسك، ولا تنسون طلبي اللي طلبتكم إياه أول الجلسة. موعدنا معكم بإذن الله الجمعة الجاية نفس الوقت هذا في نفس الموقع هذا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.